ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ هعمل ايه طب يا دكتور؟ ما انا لقيت الموضوع سهل والدنيا بسيطه زي ما انت كنت موصل لي، فقلت اظبط الدنيا يعني واروق الاوضه. هو انا قلت لك ان العمليه سهله وبسيطه، بس مش لدرجه اللي انت بتعمله ده. يلا يا عمر، الحمد لله على السلامه، ان شاء الله عمليتك كويسه وهتبدا بدايه جديده، واعتقد ان اللي حصل في الساعات دي هيبقى نقطه فارقه في حياتك كلها ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. دكتور، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله على السلامه يا عمر. الله يسلمك يا دكتور. منور الدنيا ربنا والله. يخليك. انا كده دلوقتي احنا بقالي كده احنا 7 كده ايام او 8 اسبوع ايام بالظبط، او اسبوع. اول حاجه ان انت كان عندك مشكله في عضله الحجاب الحاجز، ان امم هي ضعيفه شويه، فاحنا اضطرينا ان احنا ايه نصلح ده امم علشان ما تحسش بارتجاع او حموضه. حجم الكبد عندنا كان كبير شويه، فلما بنحط موبعد في المكان ده، كل ما بنزود الشغل بتاعنا في المكان ده ونضغط في الاماكن دي فبيعمل الم كمان. الالم شويه بتحس ان هو ايه ما بين البطن والصدر ايوه، ده. كان احيانا فعلا في برضه المنطقه دي. بيسمع ناحيه امم الكتف الشمال بس. يعني هو بيبقى الم كده ايه، اصعب ايام زي ما بنقول اللي هي الايام اللي في الاول، كل شويه امم بتلاقي الامور بتقل. الدنيا طبيعيه جدا، مفيش اي حاجه. انا ابتديت انزل واطلع واروح واجي وتصويري الدنيا بقت تمام. لا فالحمد لله كله ماشي طبيعي يعني. طب تيجي نوزن يلا ونشوف؟ يلا ماشي. اطلع الميزان كده. 10 كيلو ما شاء الله، الله اكبر. احنا كام؟ ده ده 11 كمان. 11 يا عمر. امم ده ما شاء الله، الله اكبر. ممتاز، الحمد لله. حلو قوي. الحمد لله احنا مرينا بمرحله الحمد الخطر، لله. عدت وخلاص.